كارلوس واللي معروف بجيك السفاح واسمه الحقيقي إيليتش كازافيه اتولد في 12 ابريل 1949 في فنزويلا. والده من اصل كولومبي ووالدته من اصل لبناني. اتخصص في مجال الفيزياء والرياضيات لما كان بيدرس الجامعة في فرنسا، واثناء فترة دراسته انضم لمنظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. من الاول والاخر يا عزيزي المشاهد الانسان ضد حاجة اسمها ايوه، واذا انت كنت ضد الحاجة دي العالم حيصنفك شنو؟ ما حيز 2 3. الانسان ده اشتهر بتنظيم عمليات اختطاف، وما اختطاف عادي كويس، كان بيختطف طائرات يا عزيزي المشاهد، من ضمنها طائرة تابعة لشركة TWA في سنة 1976. واجبر الحكومات يا عزيزي المشاهد انه تستمع لآرائه وكلامه وقراراته، فاهم كيف؟ في بعض الاحيان الناس ما حتسمع عليك ما لم انك تعمل حاجة مختلفة. وكان بينظم عمليات ضد السفارات والمنظمات اللي تدعم الأوكرروك، فاهم كيف؟ ولكن من الرغم من انه كارلوس كان بيعمل كده عزيزي المشاهد، إلا إنه ظل في معظم حياته بينتقل من دولة لدولة، مختفي من الشرطة والاستخبارات عشان ما تلقي القبض عليه. وكانوا اللي بيطاردوه منه روسيا وأمريكا وفرنسا. طبعا أكتر حاجة في الموضوع فاهم كيف؟ فرنسا وأمريكا. تمام. كارلوس في فترة من الفترات جاء قعد في السودان، وين بالتحديد في العاصمة الخرطوم. وفي سنة 1994 باتحاد الاستخبارات الفرنسية والاستخبارات السودانية تم إلقاء القبض على كارلوس في الخرطوم. هتيجي تقول لي يا مان وين في الخرطوم؟ انا ما عارف وين في الخرطوم، لانه ما طلعوا بيان بالتحديد وحدد الموقع، فاهم كيف؟ وكارلوس الين وقتنا الراهن موجود داخل السجن. عزيزي المشاهد خيارك الافضل الجيل الذهبي. بيس.